اي شركه في الاول يقول لك لازم تعمل فيجن، لازم تعمل ميشن. ايه هي الفيجن وايه هي الميشن؟ الفيجن بكل بساطه هي الحلم اللي الشركه عايزه توصل له. انا بعد 5 سنين بحلم ان انا بدل ما شركتي مثلا هي رقم مثلا 100 في السوق، تبقى هي رقم 1، رقم 1 في السوق. طيب الميشن هعمل ده ازاي؟ طيب انا ممكن اقول هعمل ده ان انا ابقى اقل سعر في السوق بس احسن جوده من السوق. طب ده هعملها ازاي؟ اقل سعر باحسن جوده، دي احسن جوده في السوق او بجوده بنفس الجوده بتاعت السوق اللي شغالين بيها، بس انا بقدم ايه؟ اقل سعر. طب هعمله ازاي ده؟ ممكن اعمله بان انا مثلا استورد الحاجات دي من مصدرها. هقدر احقق اللي انا عايزه ده ولا لا؟ هقدر احقق. ممكن اعملها بان انا اعمل تكنولوجي جديده او مصنع او اعمل مكنه او اعمل حاجه اقدر بيها اوفر التكاليف الكتير قوي اللي بتيجي على الايه؟ على المنتج بتاعي، فابتدي انتج برضو اعلى جوده بايه؟ بسعر اقل من السوق. يبقى دي ايه؟ الميشن. يعني هعمل ده ازاي؟ طيب حطيت انا الفيجن والميشن، ايه اللي بعد كده المفروض اعمله؟ المفروض اعمل بلان. البلان دي الفيجن ممكن تبقى ال5 سنين مثلا. ممكن الفيجن دي ما تبقاش مثلا انت تبقى رقم 1، ممكن تبقى مثلا انا بحقق دلوقتي مليون جنيه مبيعات. انا الفيجن بتاعتي ال5 سنين الجايين ان انا احقق كل سنه مبيعاتي تزيد. يعني السنه الاولى كنت بعمل مليون، السنه الثانيه اعمل 2 مليون، السنه الثالثه بدل ما كنت بعمل 2 مليون اعمل 3 مليون. اصبحت انا التارجت بتاعي كل سنه بيزيد، وصلت للسنه الخامسه كل سنه بقيت بعمل 5 ايه؟ مليون. يبقى ده كده ايه؟ دي ايه؟ فيجن. طب هعملها ازاي؟ دي الميشن، اللي هو مثلا والله انا دلوقتي عندي 2 سيلز وبصرف اعلانات مثلا ايه؟ قليل. لا طب ما انا اجيب 4 سيلز 5 سيلز واصرف اعلانات اكتر واحسن في ايه؟ في جوده المنتج او الخدمه اللي انا بقدمها. دي كده الايه؟ الميشن. ان كده ايه؟ بحول الفيجن لميشن، اعملها بقى مهمه اعملها انا عشان احقق الرؤيه دي. طيب عشان اوصل للخمس سنين دول او بعد 5 سنه ابقى مثلا ببيع ب5 مليون، المفروض اعمل ايه؟ بلان. البلان دي بتعمل لايه؟ لسنه واحده بس. السنه دي البلان دي بحط فيها ايه؟ سوات اناليسيز، وضعنا ايه دلوقتي، عايزين نوصل لايه بعدين، ايه الاهداف بتاعتنا، طب احنا بنبيع كام وعايزين نبيع كام. تمام؟